ده انا وانا بعمل تحدي 16 ساعه مذاكره في اليوم، وده برضو انا، لكن بعد ما نجحت اني اذاكر 18 ساعه في اليوم لمده شهر كامل من خلال الاربع خطوات اللي قدامك دول اللي كلفوني وقت ومجهود سنين عشان اعرفهم. ولا خالص انا مش جاي اقول لك انك تقدر وحلمك يستاهل والجو ده، انا جاي اقول لك ان انا زيك بالظبط، لكن لما طبقت الخطوات دي قدرت اعملها في شهر 5 لما كنت في ثالثه ثانوي، وكمان قدرت اعملها الترم اللي فات في كليه الطب، وهعرفك ليه اصلا عملت التحدي ده في البدايه، بعد كده هقول لك انا عملتها ازاي. فلو انت عايز توصل عدد ساعات المذاكره دي في اهم فتره في ثالثه ثانوي، تابع معايا الفيديو لحد اخر لحظه. اما لو انت عايز تفضل تحاول محاولات ملهاش لازمه تيجي تندم اخر السنه انك ما ذاكرتش كتير، فانت غالبا هتخرج من الفيديو ده. فيها كلام كتير ويلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي المذاكراوي، يا رب تكون بخير. معاك دكتور زي، وقناه هنا هدفها بكل بساطه ان هي تحول ثالثه ثانوي من سنه صعبه ورخمه وبايخه لسنه سهله وتافهه، عشان ما تفوتش اي حاجه مهمه زي المعسكرات. على سبيل المثال اتاكد انك مفعل زر الجرس. 1 ديسمبر 2024 في الوقت ده تحديدا كان المفروض ان انا بدرس في الكليه موديول اسمه السي ان اس. ولو انت عزيزي المذاكراوي عندك اخوك في كليه الطب او تعرف اي حد عموما في كليه الطب وقلت قدامه كلمه سي ان اس، هتلاقي بطنه قلبت كده ووشه جاب الوان وممكن يقطع معاك بعدها على فكره، لان الموديول ده في صعوبته كانك كده جبت الباب الاول في الفيزياء مع العضويه مع البيولوجيا الجزئيه وضربتهم في خلاط وطلعوا لك ماده واحده. الحقيقه الموديول ده كان بقاله شهر شغال، وبصراحه انا كنت بذاكر فيه يعني ماشي حالك، لاني وقتها كنت مهتم جدا جدا اني اعمل فيديوهات كتير جدا في اليوتيوب وابدا اكبر القناه، والحمد لله فعلا كانت القناه بتكبر ما شاء الله بسرعه ويونيه. لكن المشكله ظهرت لما دخل شهر 12 وكان ساعتها تقريبا باقي شهر واحد بس على الفاينل اللي المفروض ان انا همتحن فيه سي ان اس، ومش بس لوحده ده معاه 3 موديولات كمان. هنا حرفيا بدات احس بقلق وتوتر رهيبين، لان الكم المطلوب مني خلاص في الشهر ده كان كبير جدا. لما بدات فعلا اشد في الفتره دي في المذاكره لقيت ان انا حرفيا بطلع من تركيزي لما باجي انزل فيديو على اليوتيوب. ده غير بصراحه انه كان بياخد وقت كتير مني قوي عشان اطلع لك فيديو زي اللي انت بتتفرج عليه ده او حتى الريلز. وهنا تحديدا جت فكره في دماغي، وهي اني ابدا اسيب اليوتيوب او ابعد عنه لغايه يوم 22/1 وهو اليوم اللي انا هخلص فيه امتحانات الفاينل. يعني تقدر تقول كده ان هم تقريبا كانوا 50 يوم بالظبط، ولكن المشكله ان دي فتره كبيره جدا ممكن توقع من كتر الفتره اللي فاتت كله. الحقيقه قررت اسال واحد من صحابي فسالته فعلا وقال لي ركز في الامتحان احسن. بيني وبينك بصراحه انا ما كنتش مقتنع قوي، لان انا الوحيد اللي تابع القناه دي وانا الوحيد اللي حاسس باحاديث كده محدش حاسها غيري، لحد ما جت اللحظه الفاصله. اشتغلت على اليوتيوب والمذاكره مع بعض وقررت اكمل، لكني حرفيا بدات الاحظ ان انا بقيت كل همي في اليوتيوب اني انزل وخلاص، فحرفيا الجوده بتاعت الفيديوهات وقعت لدرجه ان انا بتبقى نازله ومش عجباني، فبالتالي محدش بيشوفها. وده لان انا حرفيا كانت دماغي ساعتها في وقت قلقانه فيه مش عارفه تفكر وتطلع افكار وتكتب سكريبتات ومفيش اي حاجه بالحاجات دي. فهي قلت امري لله وقررت اوقف اليوتيوب في المرحله دي، وبدات رحله 18 ساعه مذاكره في اليوم. اول يوم جيت ابدا في التحدي، وبصراحه في حاجه لازم احذرك منها لما تيجي تبدا التحدي ده، وهي اني اول ما بدات اذاكر الدنيا ماشيه معايا زي الفل، لكني بعد كام ساعه لقيت نفسي خلاص مش قادر اكمل، اللي هو يا دوبك انا وصلت 9 ساعات مثلا من مذاكره في اليوم، فخلاص علي بقى كده 100 فل و10 عايزين مني حاجه يا جماعه. بس لو فاكر اني ما قدرتش اكمل التحدي فانت غلطان، لاني على اليوم الرابع من التحدي بدات فعلا ان انا قادر استوعب عدد ساعات كبيره من المذاكره وما بقتش بتعب زي الاول. ودي اول نصيحه كان لازم انت تعرفها، وهي انك لازم تبدا بالتدريج. لكن لو فاكر ان ده لوحده اللي هيخليك تكمل التحدي فانت غلطان، لاني فعلا قدرت على اليوم الرابع ان انا اكمل ال 18 ساعه مذاكره اللي هم من 4 مثلا الفجر لحد 12 بالليل، وكنت بريح ساعتين في النص. لكن بالرغم كده كنت حاسس ان تركيزي مش عالي قوي، حاسس اني مثلا بحصل 8 ساعات من 18 ساعه مذاكره. بس اوعى تكون فاكر ان مش هلاقي لها حل عزيزي المذاكراوي، عيب عليك. انا قدرت احلها، هي اني بقيت كل يوم قبل ما انام لازم اخطط اليوم اللي بعده. بروح اعمل ايه بقى؟ بروح مقسم اليوم، مثلا اقول انا عندي اول 4 ساعات كده في اليوم دول تاسك معين، وابدا اقسم اليوم كده فترات، وكل فتره احط فيها تاسك كبير. ممكن يكون التاسك ده مثلا محاضره زي بتاعه الاحياء بتاعتك اللي هي الكبيره دي، هي بس مثلا بتبقى عندها فسيولوجي 3 ساعات بس. عشان اقدر اركز بقى خلال التاسك نفسه كنت بقفل الموبايل طول اليوم وافتحه اخر اليوم خالص، وكنت بقعد طول اليوم اذاكر على التاب. ولما كنت بضطر احيانا ان انا اذاكر على التليفون كنت بمسح حرفيا كل التطبيقات اللي موجوده على الموبايل، حتى الواتساب كنت بنزل اللي انا محتاجه منها بس لما اخلص مذاكره اخر يوم. ودي فعلا كانت النصيحه الثانيه اللي انت لازم تطبقها عشان تركز طول ال 18 ساعه. بالرغم بقى من الدنيا كده بدات تمشي حلو، لكن حصلت حاجه بايخه على اليوم السابع. انا مش قادر افتح كتاب حرفيا، خلاص بارك الله فيما رزق. تفتكر عزيزي المذاكراوي اني استسلمت؟ عرفني رايك كده في الكومنتات. لو انت ذاكرت 18 ساعه لمده اسبوع كامل هتستسلم بعدهم ولا لا؟ ولو مش هتستسلم هتعمل ايه عشان تكمل؟ ايوه بس عزيزي المذاكراوي انت ليه مش واثق فيا خالص كده بجد؟ عارف قدرت اكمل ازاي؟ عملت سرين من اسراري الخاصه، ممكن اول واحد منهم تكون انت تعرفه، واني بقيت بحط لنفسي اخر اليوم مكافاه اعملها اول ما اخلص التاسكات اللي عليا. ممكن تكون المكافاه دي اي حاجه انت بتحبها، مثلا تمسك الموبايل فيديو على اليوتيوب، تنزل تاكل من بره، اي حاجه انت بتحبها يعني. بس الحاجه الاهم منها بقى هي اني بدات اعمل معسكر على جروب التليجرام، وانا والناس اللي موجوده هناك بنذاكر وبنشجع بعض. وبمناسبه جروب التليجرام اسمح لي اقدم لك مشروع حرفيا انا شغال عليه من شهر رمضان، ودي ببساطه
خدمه لاي طالب في ثالثه ثانوي حاسس بتوهان او مراهقه او حتى عايز حد فاهم اكتر منه يواجهه، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. واللي الحمد لله طلبه كتير جدا حبتها وطورت مستواها 180 درجه، لان بيتابع معاهم طالب في كليه الطب بيكون في تيم مذاكراوي او انا شخصيا اللي بتابع معاهم، ودي بتبقى حسب الطالب بيختار ايه. نبدا معاك انك بنعمل جدول خاص بيك انت لتراكماتك انت، مش الجدول العام اللي بيتوزع على كل جروبات التليجرام ده. بعدها بنتابع معاك بشكل شبه يومي، بحيث اي مشكله تعطلك في الجدول ده طول ما احنا ماشيين لازم نحلها في نفس اليوم عشان مش تبوظ لك الدنيا. لكن في مشكله واحده بس، هي ان العدد بتاعها محدود جدا، لان حاليا التيم مش كبير جدا واحنا مش بناخد الا عدد محدد بس. ودي بصراحه مش فيديوهات شرح مسجله اللي هو انت ممكن نستقبل 1000 طالب عادي جدا، انت الخدمه حرفيا بتتفصل على مقاسك انت. وفي طلبه كتير من كليه الطب بتسيب حرفيا كليه الطب عشان تقعد معاك انت وتحل لك مشكله. فاتمنى تلحق العرض لانه هينتهي بعد 24 ساعه من نزول الفيديو ده، وبرده الاماكن هتكون خلصت. هسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت وفي اول تعليق، ادخل وارجع لي عشان تعرف ايه هي المفاجاه اللي حصلت على اليوم 20. الحقيقه ما كنتش متوقع ان انا اقول كده، لكن على اليوم 20 حرفيا قررت ان انا خلاص هوقف، وقلت هلم اي حاجه بقى، بالرغم من ان انا كنت في فتره امتحان ساعتها. لكن تشاء الاقدار ان انا كان في نفس اليوم ده عندي امتحان. الحقيقه لما كنت رايح كنت حاسس ان انا خلاص رجلي ما بقتش شايلاني، تقريبا خسيت النص، بعدت عن اليوتيوب، بص حاجه يعني في قمه القرف، حرفيا خلاص كل ذره في جسمي عايزه توقف. قلت يا رب انت شايف يعني كميه المجهود اللي انا بذلته عامله ازاي، يا رب اديني اي اشاره اكمل بيها. دخلت الامتحان اللي هو كان المفروض اصعب امتحان في الترم كله. اجي امسك الورقه وابدا احل، الاقي تقريبا اول اسئله في الام سي كيو مش عارفها، طب اسيب الام سي كيو واروح احل في الريتن، الاقي الريتن مهما اكتب اسئله ما بتخلص. حرفيا فاكر ان انا قاعد نص ساعه بالظبط بكتب في صفحتين بس، والامتحان كان تقريبا مش عارف 25 صفحه باين حاجه كده. وحرفيا انا من كتر الاسئله ما اعرفش اخلص ازاي، وفي اسئله حرفيا انا لحد دلوقتي جاوبتها من مره واحده مش عارف ازاي عملتها. ولدرجه كمان ان انا فاكر ان انا في الامتحان ده لما جيت اراجع ما كانش في وقت اراجع، ما كانش في وقت حرفيا، خلاص الورق كان بيتسحب. بس وانا بقلب بالصدفه كده عينيا لمحت السؤال ده حرفيا كان مش عارف 3 درجات، فكان السؤال ده انا عامل قريته غلط فجاوبته على اساس اجابه ثانيه. فوانا بقلب كده اقسم بالله حرفيا ببص ايه ده ازاي عملت السؤال ده، ورحت بصححه بسرعه والحمد لله خدت درجته. واول ما خلصت تعديل السؤال ده المراقب سحب مني ورقه. من بعدها اخدت حرفيا كميه تحفيز مش طبيعيه، عشان نفذت النصيحه الرابعه وهي ان ربنا هيساعدك بس انت ادعي واطلب منه انه يساعدك. وده انا بعد ما خلصت 30 يوم الجحيم دول شهاب كل سنه وانت طيب يا دكتور شهاب، وسنه سعيده عليك. الحاجه اللي في شهاب زوزو الف مبروك. وبكده تكون عرفت ازاي تذاكر 18 ساعه في اليوم لمده شهر كامل. لكن للاسف لسه في مشكله كبيره جدا عزيزي المذاكرين، هي انك حتى لو انت ذاكرت 18 ساعه في اليوم في اخطاء لو انت عملتها في فتره المراجعه النهائيه هتوقع كل ده. بس انا بقى جمعتها لك كلها في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشه، ما تنساش تشوفه وتصلي على النبي كمان.